ماشي مشكل نعرفوك شكون نتا ولا فين تزاديتي. المهم شنو غادي تعطي في كرة القدم، واهم شيء في كرة القدم هما الارقام ديالك، سواء مع الفريق ديالك ولا حتى مع المنتخب الوطني اللي كتلعب فيه. محمد ياسين الزبيري واحد من الاسماء المغربيه اللي استطاعت تبين المكان ديالها بالرغم من كل الصعوبات اللي كانت كتعيشها وفي مدينه الرباط العاصمه المغربيه. تزاد ولدنا ياسير محمد الزبير من أسرة مغربية محافظة، ومن الصغر ديالو كان موهوب في مجال كرة القدم. كان تلعب في الشوارع المغربية، وكنعرفو الشوارع المغربية والأزقة ديالها الضيقة. بالرغم من هادشي كامل ما توقفش وبقى غادي في المسيرة ديالو. وهنا فكرات الأسرة ديالو أنها تدخلو لأحد الأكاديميات، ومن أفضل الأكاديميات اللي كانت في مدينة الرباط العاصمة المغربية أكاديمية محمد الخامس للشباب الناشئين، اللي دازوا منها أبطال كبار بحال يوسف نصيري، عز الدين أناحي، نايف أكرد، عبد كبير عبقار، وحتى محمد أولا حمزة ماندي. وبان الاسم ديال ياسير الزبيري وسط ديك الأكاديمية اللي شافوه مسؤولين النادي التركي المغربي. هاد النادي هذا اللي استطاع انه يقوم بالعقد مع ياسر الزبير سنة 2023 بعد انتهاء جميع المعاملات الرسمية معه. هادشي اللي خلى المدربين يوضعوا في المركز الهجوم، كونه عنده الطول ديالو متر 77 والوزن ديالو اقل من 63 كيلوغرام، خلاه برتغالي. وعام 2026 في فالكاو الرديف سجل 5 أهداف في 6 مباريات، اللي قرر مسؤولو الفريق الأول أنه يقوموا بالتصعيد ديالو بسرعة اللي كيشارك مع 3 ديال المباريات معه في منافسات الدوري البرتغالي الممتاز عام 2025. اللي خصكم تعرفوه هو ان هاد اللاعب ياسر محمد الزبير راه هو من افضل اللاعبين في المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه، شارك معاه 25 مباراة في جميع المسابقات، واستطاع انه يسجل 16 هدف. في كأس العالم للشيلي استطاع يسجل هدف حاسم ضد اسبانيا اللي فاز بها المغرب ب2-0، وايضا في المباراة ضد البرازيل سجل واحد من افضل الاهداف في البطولة اللي فاز بها المغرب ب2-1 اللي خلانا ندوزو الدور الثاني في كأس العالم. وفي المباراة ضد جنوب كوريا او ديال كوريا الجنوبية، وخروج مباراة خروج المغلوب، يعني الا خسرتي غادي تمشي في حالك. من بين اهم الاهداف اللاعبين سجل ياسر الزبير، سجل الهدف الاول في الدقيقة 7 من المباراة عن طريق مقصية اللي ضربات في اللاعب الكوري ودخلات للشبكة. وبين الثاني الاهداف عن طريق رأسية في الدقيقة 57 من عرضية اللاعب معمة، وبالهدف الاهداف اللي عطاو افضل لاعب، اللي خلاو هاد الاهداف يعطيو افضل لاعب في المباراة ضد ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم لتشيلي. شكرا على المتابعة، ما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بالجديد.